السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل الشاورما السوري بس بالتاتش المصري بتاعنا. هنستخدم الزبادي وبهارات وزيت وخل ووراك على صدور او صدور بس او وراك بس، يعني بس يفضل الاتنين على بعض. هتجيب البولة دي وهحط فيها الزبادي. انا جايبه زبديه كبيره واحده صغيره لان الكميه كبيره شويه، انت حسب الكميه بتاعتك اللي هتنقعي فيها. هجيب البهارات بقى بتاعتي، هقولها لكم كده اهوت على ان هي بهاراتها كتير. توم بودره وبصل بودره، فلفل اسود، قرفه، جنزبيل، كاري، بابريكا، ربع معلقه صغيره كزبره، وهنحط ايه تاني؟ وسماق. خلاص، وهنحط على الخلطة دي شوية خل، ربع كوباية صغيرة، وهنحط 3 معالق زيت كبار عشان نتبلها. فبنحط في التتبيلة الزيت، واجيب رشة جوز الطيب هبشرها فوقيهم، وهنقع فيها الفراخ ديت 3 4 ساعات. ممكن يعني براحتك، عايز تسيبيها من بالليل الصبح تمام يعني، بس هي الفراخ ممكن مش زي اللحمة، يعني اللحمة بتحتاج ان انا اسيبها من بالليل للصبح. وهجيب الاسترتش والفها بيه واركنها على جنب لحد بقى ما تشرب في التتبيلة. هعمل بقى كده هو خلطة صغيرة كده هحطها على الشاورما في الآخر. أنا بجيب الطحينة اللي انتوا شايفاها، الطحينة دي خام، بشتريها من محل مستلزمات الحلويات، جميلة جدا جدا جدا. ده النص كيلو بجيبه ب32 جنيه، نص كيلو بالظبط، حلوة وطعمها جميل. جبت كوباية الزبادي اللي أنا فضيتها دي وحطيت عليها فيها معلقة طحينة كبيرة، وهفكها بشوية مية، وهجيب عصير ليمونتين كبار، وهقلبهم وهركنهم على جنب، وهقولك في آخر الفيديو هتعملي بيهم ايه. يعني انا عايزه بس كل اللي يشوف الوصفه يعمل الخطوه دي. طبعا انا هحط على الشاورما اللي انتوا شايفينها دي بصل وطماطم وفلفل. هي السوري اصلا ما بتحطش عليها حاجه، ما عشان كده انا بقول لكم هي سوري بتاتش مصري، بس انا بحب يعني ازود القيمه الغذائيه للولاد، فبحب احط عليها فلفل وبصل وطماطم. جبت بقى حبه زيت كده اهوت، وطبعا لازم 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 عشان تبقى طعمها حلو تحطي فيها ليا، او تحطي فيها يعني في دهون لب الدوش دي لو تعرفوه، يعني في حاجه مع في اللحمه اسمها لب الدوش، دي اللي بتخلي اصلا ريحه الشاورما تبقى ماليه الدنيا لما بتشميها كده. هم اصلا بره لو خدتي بالك السيخ بيبقى لحمه وليا، او فراخ وليا، فدي اللي هتخلي الريحه بتاعت الشاورما جامده، وهتخلي برضو الطعم جامد جدا. فانا حطيت سيحت فيها اللي هي اللي انتوا شايفينها دي في حبه زيت، وبعد كده نزلت بالفراخ. طبعا هي هنا هوت الفراخ كانت خلاص دخلت في السوا، فملحتها التتبيله الاول ما كانش فيها ملح. جبت البصل قطعته جوليان ورفيع كده زي ما انتوا شايفين، ونزلت بيه عشان يدبل، عشان ما احس يعني اللي مش حابب، اللي ما بيحبش طعم البصل يقرش في الاكل، يعني احنا ما بنحبش البصل. ومعلقه توم، وممكن لو مش حابه التوم تستغني عنه لان احنا كده كده عاملين توميه وهنحطها، وغير كده احنا حاطين اصلا توم بودره. خلاص كده، وهنزل بالفلفل طبعا بالتدريج بحسب الحاجه اللي بتستوي الاول. البصل بيحتاج وقت في السوا، بعد كده الفلفل، الطماطم خلاص لما كانت قربت تستوي خالص عشان هي اصلا الطماطم ما بتحتاجش. بعد كده هوت خلاص هي تقريبا شربت اهيت، خلاص خلاص ما فيهاش ميه، نزلت بالتتبيله اللي انا عملتها الطحينه. ودوقي احلى شاورما. عشان كده انا بقولك هي شاورما سوري بتاتش مصري، طعمها هيبقى خرافه خرافه خرافه. طبعا في الغلا اللي احنا فيه دوت يعني نحاول نقتصد، وربنا يعين الناس ويعيننا. جبت بقى بقدونس وحطيته في الاخر، كنت طفيت النار خلاص، البقدونس ما بيتحطش الا بعد ما تطفي وتقليبه. وهنبتدي بقى نعمل السندوتشات الايه السوري الجميله. انا بشتري ممكن تحطيها في عيش فينو، وانا بجيب العيش السوري ده من مستلزمات الحلويات كده. بيبقى الكيس فيه 5 تقريبا، بس مش فاكره بصراحه، مش متذكره بكام. بجيبه بقى، عملت من التوميه هفردها في العيش، وهحط طبعا المعتاد يعني، وهحط الشاورما، وهقفل على الساندوتش كده اهوت. لو العيش فيه قطعه ما يهمكيش، كده كده انتي دلوقتي هنحطه على النار فبيشد شويه وبيبقى طري. خلاص خلصت الكميه اللي انا عايزه اعملها، يعني طبعا انا شوفي كام ساندوتش انا عملته، ولسه في قد ايه في الطاسه، فموفره جدا. دهنتها بقى دهنه زيت خفيفه كده اهوت، وحطيت السندوتشات تشمع كده اهوت عشان تاخد لون ذهبي حلو كده اهوت.
بس وقلبتها على الناحيتين، وبعد كده كلت احلى شاورما. يا رب تجربوها كده ان شاء الله وتعجبكم. اللي يجرب الفيديو يعجبه يا ريت يقول لي او يكتب لي في الكومنتات لو حد شاف الفيديو. فكان طعمها جميل جدا، واشوفكم ان شاء الله على خير.